مشهد حميمي بين الفنانة سلافة معمار والفنان قيس الشيخ يثير غضب متابعين مسلسل الخائن، وهو المسلسل العربي المأخوذ من المسلسل التركي الشهير مسلسل الخائن، واللي بتدور أحداثه حوالين طبيبة شهيرة بتعيش حياة مستقرة مع جوزها وابنها، ولكن بالصدفة البحتة بتكتشف خيانة جوزها ليها مع بنت أصغر منها بكتير، وبتقرر إنها تنتقم من جوزها وعشيرته في أحداث قوية جدا. بيشارك في المسلسل ده الفنانة سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب ومرام علي ورولا بقسماتي وخالد شباط ومجموعة من أبرز النجوم. لكن بتفضل سلافة هي الأكثر روجا بسبب المشهد الحميمي، وعشان كده هنعرض لكم بعض المعلومات عن الفنانة السورية سلافة معمار. سلافة رفعت المعمار ممثلة سورية مسلمة من مواليد 26 إبريل عام 1976. اتولدت في مدينة سليمة التابعة لمحافظة حماة. درست في جامعة دمشق الأدب الإنجليزي، وبدأت مسيرتها الفنية وهي في المرحلة الثانوية من خلال مسلسل عيلة 5 نجوم عام 1993، وقدمت العديد من الأدوار المهمة والناجحة في مسيرتها الفنية، زي دورها في مسلسل أشواك ناعمة عام 2005، ودورها كمان في مسلسل زمن العار في 2009. وخلال مشوارها الفني فازت بالعديد من الجوائز، وفي 2002 اتجوزت من الممثل والمخرج السوري سيف الدين السبيعي، وأنجبت منه بنتها دهب، ولكن في 2012 انفصلوا عن بعض. قدمت سلافة مجموعة كبيرة من أفضل المسلسلات زي أولاد القمرية وتخت شرقي وزمن العار والحراملك وحارة القبة، واشتهرت في مصر بشخصية زينب حبيبة الخواجة عبد القادر في مسلسل الخواجة عبد القادر بطولة النجم يحيى الفخراني.